طيب المسلمين كل عيد أضحى بيختاروا حيوان أو بيشتروا حيوان يضحوا بيه في العيد ده، خروف بقى، عجل، أيا كان. في تجربة عملها العالم شرودنجر تعتبر كتضحية بالقطط. التجربة دي غيرت فهمنا للفيزياء بشكل عام. التجربة دي ما تمتش في أرض الواقع، بس هي تعتبر تجربة فكرية كضرب مثال لحاجة هيتبني عليها تصميم جهاز الكمبيوتر بعدين. تعال نتكلم على تجربة شرودنجر أو قطة شرودنجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، عامل ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا قضيتوا اجازة عيد سعيدة عليكم يا رب. اهلا بيكم في بودكاست مش عليك، اللي احنا بنتكلم فيه على بعض العناوين الغامضة او اللي محتاجة شوية تفسير موجودة في مناهج الثانوية العامة بشكل عام. النهاردة هنتكلم على جزئية موجودة في منهج ثالثة ثانوي فيزياء، تمام؟ بتجربة بسيطة تمت بتشرح الموضوع ده، تجربة قطة شرودنجر. طيب المفروض التجربة دي بتقول اللي انت لو جبت قطة وحطيتها مثلا في صندوق معين، وحطيت في الصندوق ده قنبلة، نسبة انفجار القنبلة في الصندوق ده هي 50% في الساعة، تمام؟ 50%. مفيش أي طريقة تعرفك القطة دي هتنفجر فيها القنبلة ولا لأ طول ما الصندوق ده مقفول، تمام؟ اوتوماتيك انت بالنسبة لك مادام انت مش شايف حاجة جوه الصندوق هتعتقد ان القطة عايشة او ميتة، تمام؟ بس عمليا القطة عايشة وميتة في نفس الوقت طول ما انت لسه ما فتحتش الصندوق وتأكدت. ايه الكلام الغريب ده؟ طيب تعال نشرحه لك بمثال تاني اكتر. انا لو جبت لك كورة وقلت لك ارميها لي لفوق علشان امسكها، تمام؟ المفروض ان انا هكون عارف انت هترمي الكورة دي فين، فبالتالي هقدر امسكها، تمام؟ دي الفيزياء الكلاسيكية او الفيزياء اللي انت بتاخدها في المدارس او اغلب دراستك بتتكلم عليها، ان انت عملت كذا تجربة قبل كده، رميت كذا كورة قبل كده، فبيخليك تعرف تتنبأ بمكان الكورة دي فين، تمام؟ طيب انا لو قلت لك انا عايزك تحدد لي مكان الكترون ذرة الهيدروجين. ذرة الهيدروجين تتكون من الكترون واحد. لو انا قلت لك انا عايزك تحدد لي مكانه في الثانية دي، عمليا انت مش هتعرف. ليه؟ علشان العالم الصغير بتاع ذرة الهيدروجين والكترون ذرة الهيدروجين ابعاده صغيرة جدا، فقوانين الفيزياء اللي انت بتاخدها ما بتحكموا فيزياء تانية اسمها فيزياء الكم او الفيزياء الحديثة او ميكانيكا الكم، تمام؟ طيب نرجع لشرودنجر. شرودنجر بعد ما عمل التجربة دي عمليا اكتشف ان التجربة دي بتكلمك على الفيزياء الكم، والفيزياء الكم دي عبارة عن فلسفة، يعني انت بتجيب علم الفيزياء وتفلسفه، تمام؟ فلا الموضوع معقد بالنسبة له اللي هو يفهمه، فساب خالص قصة الفيزياء دي ومشي في سكة الأحياء. أنا يا عم أعمل لي نظريات في الأحياء وأدرس الأحياء أحسن لي من الفيزياء. بس عمليا تجربته صح، ما فيهاش أي غلطة. طيب ودليل إن هي صح، ودليل إن كلامه ده صح، إن لو الإلكترونات أو الجسيمات الكمية لو ملهاش حالتين في نفس الوقت ما كانش زمانك دلوقتي قادر تسمعني وفاتح تليفونك وبتتفرج عليا دلوقتي حالا. طيب ازاي الكلام ده؟ الموضوع ببساطة مترتب على الطبيعة المزدوجة للجسيمات اللي هي موجودة عندك في الفصل الخامس منهج ثالثة ثانوي فيزياء، تمام؟ فكرة الطبيعة المزدوجة للجسيمات بتقول لك ان الجسيم اي جسم في الدنيا ليه طول موجي، تمام؟ بني ادم، قطة، كلب، اي حاجة في الدنيا عايشة، اي حاجة في الدنيا فيها روح او لا ليها طول موجي، يعني هي ينفع تتصرف كموجة. طيب انا عايز افهمك حاجة. اي ذرة في الدنيا مادام ليها طبيعة موجية يعني هي بتحتل اكتر من مكان في نفس الوقت، تمام؟ عشان الموجات دي عبارة عن ذرات بتتحرك لفوق وتحت او يمين او شمال، تمام؟ او بتتحرك في اكتر من اتجاه، فده بيعمل لي موج، تمام؟ طيب
انا كبني ادم او انا كمحمد ليه مش عارف اقيس الطول الموجي بتاعي؟ ببساطه علشان انت في حاله حركه طول الوقت، وحتى لو انت ساكن جسمك في حاله حركه مع كوكب الارض. من الاخر كده حاله الحركه دي بتولد لك حاجه اسمها كميه حركه. كميه الحركه دي بتغير في الكتله والسرعه، والاتنين بيقللوا الطول الموجي بتاعك. وحاجه كمان، ذراتك بتتحرك في مساحه صغيره جدا هي والكتروناتك، فبالتالي فكره ان انا ارصد الطول الموجي بتاعهم ده شيء صعب جدا. طيب انا دلوقتي ما فهمتش ولا كلمه من اللي انت بتقولها دي، او مش مقتنع بكل الهري اللي انت بتقوله ده. ممكن تجيب لي دليل لا مؤاخذه؟ حاضر تمام، هجيب لك دليل. ابسط مثال على الموضوع ده او اكتر حاجه ممكن تشرح الموضوع ده الالكترون، اللي هو انا بنيت عالم الكم او ميكانيكا الكم على دراسه الالكترون ده. لو انا مثلا جبت الكترون وعايز اعديه من الباب بتاعي فيه فتحتين صغيرين. الفتحتين الصغيرين دول انا عايز الالكترون يعدي منهم. لما انا ارمي الكترون تمام خلال الفتحتين دول، هلاقي ان الالكترون راح لمكان معين طول ما انا براقبه. طيب لما اكرر التجربه دي كتير، هلاقي ان الالكترون عامل لي حاجه زي الهضب المضيئه والمظلمه. طب ثانيه كده، الهضب المضيئه والمظلمه دي انا كنت اتكلمت عليها امتى؟ كنت بتكلم عليها في دراسه الضوء كموجه. يعني ايه هضب مضيئه او مظلمه؟ يعني الالكترونات متجمعين في حته معينه وحتت تانية ما فيهاش الكترونات خالص. هضب مضيئه او اماكن فيها الكترونات كتير واماكن تانية ما فيهاش الكترونات خالص. طب ثانيه واحده، هي مش ظاهره التداخل دي كانت من ضمن الظواهر اللي بتثبت لي ان الضوء ليه طبيعه موجيه؟ يعني الضوء ليه موجه. طيب تمام، انا دلوقتي جبت الكترونات طبقت عليها نفس التجربه وطلعت لي نفس النتيجه. اذا الالكترون ده موجه. موجه يعني ايه؟ يعني ممكن يتواجد في اكتر من حاله في نفس الوقت. خد بالك، لو انت ما راقبتش الالكترون ده او لو انت ما حددتش نطاق حركته، هتلاقي الالكترون ده بيعدي لك من الفتحتين في نفس الوقت. من الاخر كده الالكترون ما بيختارش يمشي يمين او شمال، لا هو الالكترون بيمشي في الاثنين. وابسط مثال على الموضوع ده اللي انت مثلا لو جبت ذره موجود فيها الكترون واحد وجبت ذره تانية، علشان تكون رابطه بين الذرتين دول لازم ذره تدي الكترون لذره تانية، اللي هي فكره تكوين الرابطه الايونيه اللي هو ايون موجب وايون سالب. طيب هو عمليا الموضوع ده ما بيحصلش. اللي بيحصل اللي هو ايه؟ الالكترون ده بيكون في الذره دي في الذره دي في نفس الوقت. يعني من الاخر كده الالكترون هيتحرك هنا وهنا، مش هيسيب ذره واحده بس يتحرك فيها، لا ده هيتحرك في الاثنين. ونفس الكلام لو جبت اكتر من ذره، الالكترون هيكون موجود في كل الذرات اللي انت هتجيبها. الموضوع ده فهمنا فكره تكوين الروابط بمنظور الكم، وده اللي خلانا نعرف نتحكم في اشباه الموصل زي السيليكون مثلا. السيليكون ده طبيعته ان هو مش بيوصل كهرباء. بفهمي لطريقه تكوين الروابط وانتقال الالكترونات من ذره للتانيه، خليت السيليكون يعرف يكون لي روابط مع باقي الالكترونات او باقي الذرات. فبالتالي يبقى برضه وهو بيكون روابط يبقى فيه الكترونات حره عماله تتنقل بين الذرات والتانيه، بين كل ذره والتانيه. فمعنى تنقل الالكترونات ده يعني تولد لي تيار كهربي. دي اول فايده من تجربه قطه شرودنجر. تاني فايده اللي هو ايه؟ لو انا جبت قطتين وحطيتهم في صندوقين تمام، كل صندوق فيه قطه وكل صندوق فيه قنبله، وكل قنبله فيه نسبه 50% اللي هي تنفجر، وقفلت الصندوقين، ممكن تقول لي ايه احتمالات انفجار او بقاء القطط دي عايشين؟ هتقول لي 4 احتمالات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن القطتين يموتوا مع بعض، او القطتين يعيشوا مع بعض، او قطه تموت وقطه تعيش، او قطه تعيش وقطه تموت. تمام، كلام جميل. بس عمليا ميكانيكا الكم بتقلل لك الاحتمالات دي. بتقلل لك الاحتمالات دي ازاي؟ بتقللهم لاحتمالين. يعني مفيش حاجه اسمها القطتين عايشين في نفس الوقت او ميتين في نفس الوقت، لا ده لو واحد عايش التاني ميت، ولو واحد ميت التاني عايش. طيب واحده واحده كده عشان دماغي صدعت. واحده واحده. انت دلوقتي بتقول ان لو واحده عايشه وواحده ميته، ايه اللي هيخلي جسمين مختلفين مش مرتبطين ببعض
ينفذوا سلوك مترابط زي ده او متشابكين زي ده. ده بسبب حاجه اسمها التشابك الكمي. التشابك الكمي معناه لو جبت قطه من القطتين دول، شلتها بالصندوق بتاعها وحطيتها على طرف الكون، تمام، وسبت القطه الثانيه معاك، او القطه الثانيه حطيتها على الطرف لو واحده فيهم عاشت الثانيه هتموت. طيب ثانيه واحده، ايه اللي هيخلي الموضوع ده يحصل اصلا؟ هو عمليا التجربه دي على قد ان هي تجربه فكريه، بس عمليا الموضوع ده بيحصل على ارض الواقع. بيحصل على ارض الواقع ازاي؟ لو انت جبت 2 جسيم من ذرتين مختلفين وحطيتهم جنب بعض او بعاد عن بعض، هتلاقي بصوره غريبه جدا جسيم بيلف يمين وجسيم بيلف شمال. هو الكلام ده موجود في الطبيعه؟ الكلام ده موجود في الطبيعه. الجسيمين دول ما فيهمش اي علاقه ببعض بالمناسبه، بس الفكره ان بينهم تشابك كمي بيخلي الموضوع ده يتم. يعني ايه تشابك كمي؟ يعني لو الحاجه دي حصلت الحاجه الثانيه دي مش هتحصل. التشابك الكمي ده نظريا كان مكتوب على الورق بس، وكان اينشتاين في عز مجد كان قال تعليق استهزاء بالكلام اللي بيقولوه ده العلماء الجداد زي شرودنجر والناس دي، اللي هو يعني ايه حاجه موجوده على حسب ان انا براقبها ولا لا. يعني انت عايز تقنعني ان القمر اللي موجود في السماء ده موجود عشان انا ببص له، لو انا مش بصيت له هيختفي. كلام اينشتاين تحسه مقنع واقنعك ان كل الكلام ده هري، بس عمليا الكلام ده صح. وفعلا التشابك الكمي ده موجود، والتشابك الكمي ده يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي احنا لو درسناها وركزنا على دراستها ممكن نكتشف حاجة تخلينا نتنقل بين أطراف بسرعة أكبر من سرعة الضوء. ممكن تخلينا نخترع كمبيوترات أسرع من سرعة الضوء وإمكانياتها أعلى بكتير من اللي موجودة معايا. تخيل إن البني آدم اكتشف اكتشاف العقل اللي مبني على الإقناع، العقل اللي كل طريقة تفكيره مبنية على الإقناع. مش مقتنع بالكلام ده، بس الأدلة بتقول إن الكلام ده فعلا صحيح، وكل حاجة بتحصل في الكون ده مرتبطة بحاجة تانية بتحصل في الطرف التاني من الكون أو في مكان تاني من الكون اللي احنا عايشين فيه ده. حد بيموت، حد بيعيش، حاجة بتحصل هنا، حاجة تختفي من هنا. هو ده التشابك الكمي. وبس، هي دي حلقة النهاردة من بودكاست مش عليك. أتمنى لو الحلقة عجبتك تدوس لايك. لما حاجة معينة يا ريت تسيب لنا في الكومنتس الحاجات اللي انت مثلا ما فهمتهاش في منهج أولى أو تانية أو تالتة بشكل عام. وبس كده، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. ومش لو عجبتك الحلقة مش تنسى تعمل لايك وشير وتشيرها لأصحابك ويتناقشوا فيها. وبس كده، سلام.